السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هوريكم مشتريات البيت واللانش بوكس للاسبوع ده من هايبر باندا، وكمان هوريكم مشترياتي ليوم حفلة هنا في المدرسة. ان شاء الله هتكون ستار اوف ذا ويك الاسبوع ده. يلا نبتدي على طول. كمان تدوسوا على سبسكرايب او اشتراك اللي باللون الاحمر وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد من القناه. هبتدي اول حاجه بالخضار. هنا جبت فلفل الوان، حبه من البقدونس، طماطم صغيره، بطاطس، خيار، واتنين من الطماطم. بالنسبه للفاكهه جبت لهم المره دي تفاح، ده كان فيه كذا نوع فجبت العلبه دي بالمره، وفراوله وتوت اسود وشويه من البرتقال. وجبت هنا كرتونه صغيره من اللبن فيها حوالي 12 واحده عشان تقعد معانا شويه. بالنسبه للعيش جبت لهم هنا الخبز بالحليب اللي انا بحبه لان الحجم بتاعه بيكون صغير فبيكون مناسب ليهم وبيخلصوا الحمد لله. وجبت هنا كمان 2 من التورتيلا، ودي المفروض ان هي تورتيلا بالفلفل الحار، لكن هي مش حراقه ولا اي حاجه، بس طعمها لذيذ فاحنا بنحب نجيبها، حتى اولادي بيحبوها جدا. بالنسبه لحاجات الساندوتشات جبنا رومي مدخن وبيبروني كالعاده، دي جوده مدخنه وجوده عاديه. وجبت هنا زيتون محشي وزيتون شرايح وجبنه رومي. جبت هنا شويه من الجبنه الشرايح دي اللي هي من بريزيدون علشان عايزه اعمل ان شاء الله لازانيا. جبت للاولاد هنا شويه من المناديل لان بتاعتهم خلصت، والقهوه بتاعتي. جبت هنا دايجستيف سينز بالكابتشينو، دي طعمها لذيذ جدا. وجبت للاولاد 3 من كيندر جوي. جبت هنا ملح، انا بحب اجيب الملح ده لان هو ملح بيكون عضوي وطبيعي، ملح بحري عضوي. وجبت كمان شويه هنا من البقسماط، وانا بحب البقسماط دي لان هي بتكون على الطريقه الايطاليه وبتكون فيها شويه بهارات زياده. وهنا جبت شويه من صدور الفراخ لان عايزه اعمل كوردون بلو وحاجه تانية مش فاكراها دلوقتي بس الاساس هنا ان شاء الله ناويه اعمل كوردون بلو وبريك فراخ عشان عايزه اعملها في الفرن مع شويه من الخضار. وجبت شويه من اللحمه المفرومه عشان عايزه اعمل كفته ولازانيا. هنا برضو كريمة طبخ النوتيلا، دي كان عليها عرض فجبت العبوة الكبيرة. وجبت هنا كومفورت عشان اللي عندي قرب يخلص، وهي دي الريحة المفضلة عندي اللي هي بالعود. وكولوريكس جبت كمان صابون ايدين للاولاد عشان بتاعهم قرب يخلص، وويندكس بستخدمه في نظافة كل حاجة تقريبا في البيت. ده كل حاجة في مشتريات البيت واللانش بوكس. تعالوا دلوقتي كمان اوريكم مشترياتي لحفلة هنا في المدرسة والهدايا اللي انا جبتها لاصحابها. هبتدي الاول باحتياجات الاكل. انا ان شاء الله ناويه اعمل لها ميني بيتزا وكب كيك بالشوكولاته. فبالنسبه للميني بيتزا احتجت ان انا اشتري زيتون اسود شرايح، هوت دوج من ساديا ليتل شيف، وجبنه موزاريلا، وكمان دقيق كويتي. واحتجت كمان الدقيق علشان الكب كيك بالشوكولاته. وجبت هنا كمان كريمه خفق مع رقائق شوكولاته علشان هعمل جناش شوكولاته ازين بيه الكب كيك، ورقائق شوكولاته تانية علشان احطها جوه العجينه نفسها. الوصفه دي موجوده على القناه بتاعتي وهحط لكم اللينك بتاعها ان شاء الله في صندوق الوصف. جبت لهم كمان ورق مميز للكب كيك كده علشان الاحتفال بهنا، وسبرينكلز على كل الالوان بتاعت الالوان الطيف. هحاول اخلطهم مع بعض وازين بيهم كب كيك الشوكولاته. اكيد هوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. مع كب كيك الشوكولاته والميني بيتزا ناويه ان شاء الله اوزع عليهم كمان لبن بالفانيليا. جبت بيض طبعا عشان
ما شاء الله الكب كيك، يعني هعمل كمية كويسة. وجبت لهم اطباق كده بينك عشان اوزع عليهم الاكل، وده عشان ده اللون المميز والمفضل عند هنا. ومناديل صغيرة بتاعت السفرة عشان لو احتاجوها. وجبت كمان اطباق كبيرة، دول حوالي 6 اطباق علشان هودي فيهم ان شاء الله الميني بيتزا والكب كيك للمدرسة. في اليوم ده بنحب نشتري هدايا رمزية بس عشان الاولاد تفرح وتحتفل بهنا وتكون ذكرى منها. فانا هنا جبت لهم شوية حاجات بسيطة. جبت هنا للاولاد دي اللي هي بتاعت فقاعات المية على شكل سبايدر مان بالشكل ده. وبالنسبة للبنات جبت لهم عرايس، حبيت ان انا اغير في الالوان شويه، والباقي بتوعهم هنا هم ما شاء الله البنات اكتر من الولاد في الفصل بتاعها. واتمنى ان الهدايا دي تكون تعجبهم ويفرحوا بيها باذن الله. اكيد ان شاء الله الفيديو ده ليه كماله هوريكم الشكل النهائي للميني بيتزا والكب كيك، وان شاء الله تفرحوا معانا بهنا ان هي ستار اوف ذا ويك. سلام عليكم.